تعالى اقول لك، لو انت من محافظه كفر الشيخ ازاي تاكل وتشرب وتحلي 50 جنيه بس. صحيت الصبح واول ما فتحت الشباك لقيت الدنيا بتمطر ومغرقه الدنيا كلها، بس كان لازم انزل الكليه عشان كان عندي امتحان مهم قوي النهارده. بس منظر الجامعه كان حلو قوي في الشتاء. وصلت الكليه واستعديت للامتحان بتاعنا. خلصت الامتحان وللاسف كنت زعلان شويه من الامتحان ده ومش راضي عن الاداء بتاعي، وده لان الامتحان بيكون رابطك بوقت معين وليك انك تجرب مره واحده بس، يا صابت يا خابت. هي الحمد لله صابت، بس انا اشتغلت شغل احسن من ده بكتير. وعشان ما اضيعش مني اليوم قلت اطلع على مطعم عم وائل واطلب من عنده فطار، يعني مش هيكون فطار ولا امتحان. وده بقى عم وائل من احسن الناس اللي بيعملوا فول وطعميه في شارع الري. طلبت منه سندوتشين سكالانس وواحد فول زيت حار، وزي ما اتعودنا مهما حصل لنا هنفضل متفائلين. اسد ياض في ايه؟ خدت الاوردر بتاعي وقلت له هاكل جوه، والاوردر ده كلفني 18 جنيه. عاوزك بقى وانت بتطلب منه الاوردر انك تاكد عليه انه يخلي السكالانس عباره عن طعميه على بطاطس على سلطه على طحينه. يلا يا عم ناكل، احنا هنعيش كام مره. وانت بقى بتطلب الفول خليه يحط لك عليه زيت حار، بجد السندوتش بيتحول. بعد ما بتخلص بتودي الصينيه بتاعتك مكانها وبينا يلا نحلي. طلعت على مدرسه الزراعه